احنا جسمنا فيه حاجات مش زي اللي عند غيرنا، في دهون عندنا مش زي اللي عند غيرنا، كل جسم مختلف عن التاني. الدايت بيفشل. اهلا وسهلا بيكم، معاكم دكتوره هبه محمد، اخصائيه علاج طبيعي وتغذيه علاجيه. كتير مننا بيتساءل ليه الدايت بيفشل معانا ما بينجحش. 5 اسباب مهمه لنجاح الدايت هقولهم مع بعض ونشوف احنا بنطبقهم في حياتنا ولا لا. صدقوني لو طبقتوهم الموضوع هيفرق معاكم جدا. السبب الاول هو النوم الكافي. لما بننام اقل من المطلوب او اقل من جسمنا محتاجه ما بنخسش. ليه ما بنخسش؟ شهيتنا بتزيد، بنقوم من النوم هرمون الشهيه عندنا عالي، فبالتالي هرمون الشهيه بيزيد من قله النوم، يبقى احنا لازم على الاقل ننام 7 ساعات كده. السبب الثاني الحرمان. جماعه الحرمان مش كل حاجه، مش احرم نفسي من كل حاجه، انا ببوظ كل حاجه. جسمي محتاج حاجات كتير كده، انا ما عنديش حرق، طب انا حرمت نفسي يبقى حرقي مش هيشتغل، معدتي مش هتشتغل. الحرمان الكامل مش حل، التوازن هو اللي حل. السبب الثالث شرب الميه. الطبيعي لازم نشرب ميه 2 أو 3 لتر في اليوم، او حسب جسمك او النظام اللي احنا عاملينه، كل جسم مختلف عن التاني. في ناس ما بتشربش ميه خالص، في ناس الميه عندها قليله، وده برده مش صح، ده غلط. السبب الرابع انا مش شبهك. يعني ايه انا مش شبهك؟ يعني انا مش شبهك، انا مختلفه عنك. مش معنى ان انا عملت نظام معاكي هبقى كويس جدا هديه لصاحبتي عشان تمشي عليه ما جابش معايا نتيجه، يبقى ده مش صح. ما ينفعش انت النظام بتاع حد. احنا جسمنا فيه حاجات مش زي اللي عند غيرنا، في دهون عندنا مش زي اللي عند غيرنا، كل جسم مختلف عن التاني. السبب الخامس الميزان. ميزانك مش كل حاجه. احنا عندنا عضلات تقيله في جسمنا بتوزن. مش معنى ان انا بصيت في مرايتي ولقيت نفسي ان انا خاسه بس على الميزان عندك ما خستش، دي مش قصه خالص. لان طبيعي ان احنا بنبص بعينينا في مرايتنا بنخس، بنلاقي نفسنا اقل، نزلنا مقاس، نزلنا شكل، نزلنا كل حاجه، مقاساتي اتغيرت بس وزني زي ما هو ثابت. معنى كده ان الميزان مش كل حاجه، لان ساعات الميزان بنوزن العضلات مع الدهون، فبالتالي العضلات ثابته ما بتقلش. ممكن بعد اسبوع ولا اسبوعين انزل كيلو بس انا حاسه ان انا خاسه اكتر من الكيلو، يبقى الميزان مش حل. يبقى 5 عادات لو اتعودنا عليهم وعملناهم صح هنبص على عاداتنا قبل ما نبص على نظامنا. لازم نعمل الحاجتين دول، النظام مع العادات، الاثنين دولت هيفرقوا في حياتنا كتير جدا. لو حابين هنعمل مع بعض حلقات تانية عن أنظمة مختلفة وعن أجسام مختلفة، وكل جسم له نظام معين. اتشرفت بيكم، دكتورة هبه محمد.